معكم ضحى، وجيت نعاود ليكم على حكايتي وما جرى فيها. انا تزاديت وكبرت وسط واحد العائله اللي الحمد لله الاب ديالي كان لاباس عليه، عنده اللي تحرق ما يتم. كنت انا وخويا، خويا ما بيني وبين خويا عام وشي شهرين هكاك، يعني ما كاينش فارق السن. اللي شافناه كيقدر يقول اننا توام، ولكن لا، انا وخويا بيناتنا تقريبا شي عام وشهرين. المهم كانت ميمتي مغلية فينا عايشين السعادة، السعادة الحياة السعيدة كيف ما كنقولوا. كنقراو واكلين شاربين مكسيين خارجين مسافرين، اي حياة كيتمناها اي واحد عندي انا اللي طلبتها كتحضر. الاب ديالي كيحماق ويتسطى عليا وكيقول لي يا بنتي ضحى اللي بغيتيها تحضر لك. كانت في السما نزلها، كانت في الارض نطلعها. انتي يا لاله وغير جلسي وامري، وانا باباك نخدم عليك وندمر عليك ونجيب لك اللي بغيتي، نخدم عليك طول حياتي. هذا هو هضرة الاب ديالي دائما. كان كيقول لي تزوجي وتولدي ونبقى نصرف عليك ونبقى نكسيك في الاعياد ونبقى نشري لك اللي بغيتي، وعمري ما نقول اي ولا عيت. يعني كان كيبغينا لواحد درجه ما تتخيلوش. ايوا الحصول ما فيه، كبرنا ووصلت السن انا ديال 10 سنين، وخويا كانت عنده 11 عام وشهرين هكاك. احتاجت دخلت واحد الخيتي لحياتنا وتلوات على الاب ديالي وتلفات ليه العقل. ما بقى يشوف الام ديالي ولا يشوفني انا ولا يشوف خويا، ولينا كنبانو ليه كيف الظلام. نهضر معاه ما يجاوبنيش حتى تجاوب، يخرج يغيب باليومين 3 ايام. ايوا ما بين ليلة وضحاها مشى قال لك حقه والواد غادي نتزوج بيها. قال ميمتي بغيتي تعطيني الموافقه بالخاطر مرحبا، ما بغيتيش غادي نطلقك. ميمتي كانت واحد الانسانه درويشه درويشه لواحد الدرجه ما تخيلوش. كانت كتقول انا ولادي وهما كلشي في حياتي. الاب ديالنا عنده الفلوس من الاخر، يقدر قدر يشريه هنا وهنا ويدير العجائب والمتعجب. الام ديالي ما عندها لا حنين لا رحيم، لا خوتها غيوقف في كتافها ولا دار والديها غتمشي ليها والو. ايوا تماك كانت ميمتي ما عندها ما دير، قالت ليه اللي بغيتي غنديرو معاك. ايوا قال ليها واخا لالا بغيتي تعطيني الموافقه مرحبا. قالت لي واخا سيدي نعطيك الموافقه. ميمتي ولات كتسل الشوكه غير بلادم، باغا غير تعيشنا وتكبرنا تحت الجناح ديال الاب ديالنا، على الاقل يبقى راد لينا البال يخلص لنا المدرسه وما كنا مشربنا. وهو دبر راسو، حيت عرفت راسها الا خرجت من هذاك الباب ديال الدار ما عندها اللي يعقل عليها. داكشي علاش مسكينه سمحات في راسها والاحاسيس ديالها وداكشي اللي كتحس. ما كاينش شي مرا تقبل على راجلها يتزوج عليها ويجيب شي مرا وتبقى هي ساكته وراضيه بكلشي، الا الام اللي كتضحي على وليداتها. هي كتكون هازه الدقه في قلبها ودائما ابتسامه في وجه وليداتها. بالحق المراه اللي داها با كانت شريره، ما في قلبهاش الرحمه. كانت واحد خيتي عاجبها راسها وكيسحب ليها الزين غيدوم ليها، وأن صافي غير لعبات ببا هذيك الساعة ورجعاتو خاتم في يدها. صافي راه أنها قطعات الواد ونشفو رجليها، ما عرفتش راه ربي كبير والله فوق منا، والله اللي كيقرر وكيحط كل واحد القدر ديالو، وهو اللي عارف اشنو كاين، وهو اللي غياخد لينا حقنا بلا ما نديرو حنا حتى شي خطوه اللي غتغضب سيدي ربي. حنا راه باقيين صغار وباقيين ما عارفينش، مي كنفهموا ولكن ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. صافي أنا وليت كنتوحش الأب ديالي، فين هو داك الأب اللي كيحن فيا ويسول فيا ويخرجني ويشري ليا. ما بقاش كيعرفنا، ما بقاش كيسول فينا. دا هذيك خيتي وتزوجها وجابها وسكنها في الدار. هي اللي بغات، كان بغا يسكنها بوحدها ولكن هي عجبتها هذيك الدار بطبيعة الحال، واجده واسعه وعريضه ومفرشه دايرها ميمتي كيف القصر. شناهي كيف القصر؟ كيف القصر، مرجعاها مملكه خاصه بينا. بالحق دخلات ليها السوسه اللي غتقلبها صفاها على علاها. وميمتي كلشي هادشي كتقول ماشي مشكل، الله يجعلني ما زدت عليا غير بيت انا وليداتي وناكل ونشرب ووليداتي هانيين بصحيحه مزيانه الحمد لله والشكر لله. ما كانت كتهضر ولا تكلم. المراه با كان دايرها خدامه، وهي ميمتي اللي كتشقى وهي اللي كدمر وهي اللي كدير كلشي. وما نعاودش لكم اش كدير ليا انا وخويا بالعصا والنقير، واللي كيجيب با تبقى تحرشوا علينا. اما با بحال ما بقاش كيعرفنا، غير كتقول ليه بنتك دارت ولا ولدك دار كينوض ويسلخنا. وميمتي مسكينه هي اللي كتدافع علينا وكتقول لي نصبر لكلشي الا وليداتي ياكلوا العسا، الا وليداتي يتعرضوا للظلم.
هو اللي ما نصبرليهش، هي اللي كانت غطي علينا، هي اللي كانت ملي يجي با تقول لنا دخلوا لبيتكم وسدوا عليكم، اللهم ما تلاقاوش معاه، ولا هذيك السوسه ديال بنت الحرام تمشي تعمروا عليكم. إيوا مرات با ما هناتش هنا، عرفتي فاش كيكونوا بنات الحرام ما تسرطاتش ليها أن ميمتي هي كتغوّت عليها وميمتي ساكتة، دير ليها الراجل وهي ساكتة، تشقى وطيب وتسيق وتخمّل وتصبّن حوايجها ديال مرات با وميمتي ما كتهدرش، كتقول هادي ياك ما كتوجد ليا شي دقة صحيحة، ياك ما أنتِ كديري يعني هاداك سكوتها بحال ميمتي مخبية شي حاجة. إوا بقات كدور على با، كدور على با، مرتك فاعلة، مرتك سحارة، مرتك بغات تشتت لينا الشمل، مرتك دارت ليا لحقاش أنا ما ولدتش، دازت شهرين ونص وداك الشي باغية عيني حتى هي تولد، ولكن هذاك الشي ديال الله، ما تسمحش لينا إلا كانت ميمتي كدير شي حاجة حيت أنا كنعرف أمي وكنشوفوها يعني حنا راه صغار يعني ميمتي راه ما كتفرقش رجلنا على رجلها. يعني ميمتي ما فيهاش هذاك البلا، بالعكس واحد الإنسانة اللي طيبة ومستحيل تبغي الأذى، واخا الناس أذاوها ما تبغيهاش ليهم، في ساعة حتى تسامح واخا ما نعرف شنو يديروا ليها. قالت ليه بلي مرتك خصها تخرج من هاد الدار وسحارة وهي اللي دارت لك وهي اللي كتفعل لك وأنا حصلتها، وبنت الحرام مشات هزات شي عجب ودارت ليه وسط حوايجو وقالت ليه مرتك اللي حصلتها دارت، مرتك اللي دارت لك، مرتك اللي باغا تشتت لينا الشمل حيت تزوجتي بيا وهي كتغير مني وأنا حيت زوينة، ميمتي حتى هي زوينة، ولكن غير هاديك لاله خيتي راكم عارفين بنات الزنقة، اللعرة والمكياج والنص عريان والنص مغطي و هذا هو الفرق ما بين ميمتي وميمتي، واحد الإنسانة اللي محترمة، دائمًا لابسة الطوبية، تخرج بجليليبة، زوية فوق راسها، يعني كتعرف بينها وبين الله، الأخرى لا، معيطة على اللاص بهذا المفهوم، يعني والرجال راكم عارفين فاش كيشوفوا هاد النوع ما كيبقاوش عاقلين، ولكن حتى السيدة يا ربي تسمح ليا غتكون دايرة لي شي حاجة حيت بزاف على أنه يتلفوا زينها ويتلفوا يعني هاد الشي باش يتلف، يعني السيد ما بقى كيعرف لا ماما لا أنا لا خويا، ما بقاش كيعقل علينا. إيوا بقات كتوسوس ليه على راسو، بقات كتوسوس ليه حتى كلات ليه دماغو، وقالت لي بلي هاد المرا ولادها خصهم يخرجوا، يخرجوا، شغلهم هذاك طلّقها، تحوم بحالها، تمشي تهز راسها وتهز ولادها، هادي أنا يا أنا يا هي، ما نقدرش نعيش أنا وياها، قال ليها نخرج وسيري وشري دار وحدة أخرى هادي، قالت ليه لا، قال لك واخا أنا غنهز المرا يعني على ماما وأنا وخويا نمشي نشري ليهم ولا نكري ليهم، قالت ليه لا، خصك تطلّقها وما تبقى تعرفها وما تعرفك، على المرا اللي تسحر لك وتبغي تصدّعك وتحمقك تعقل عليها، تشري ليها السكنة، إيوا هو هاد الشي كامل حنايا راه على المباشر، ماشي نقول لكم حتى ديه للبيت وكيهضروا بيناتهم، لا، حيت ماما مسكينة راه ما كتهضر، ما كتدافع على راسها، كتقول وكلت عليك الله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كيظلمني ويظلم وليداتي وأنا ما دايرة لا بيديا لا برجليا. ما كتهضر، ما كتكلم، قالت لي ما تعقلش عليها وما خلاتوش يعطينا سنتيم الكحل، شنو هي السنتيم الكحل ما خلاتوش، والرويجل الشماتة اللي هو الأب ديالي تبعها في هواها، وجر علينا أنا وخويا وميمتي من الدار وقال لينا الباوسة من كتافكم، اللي غدير لي صداع والمشاكل وتبغي تقلل لي صحتي وتسطيني وتحمقني وتشتت لي شملي ما عندي ما ندير بيها. وحتى ولادها ما عندي ما ندير بيهم، مادام ولادك وإلا بحالك، واللي جات منك ما عندي ما ندير بها. جر علينا وما خلاناش حتى نهزو حوايجنا، أنا وخويا كنبكيو ربي اللي خلقنا وكنقول ليه بابا، بابا أنا بنتك، بابا يعني والو ما عقلش عليا، ما رحمنيش، هكاك خارجين كنبكيو للزنقة، ما عندك دار خال غتمشي ليها، ما عندك دار خالة غتمشي ليها، ما عندك جدة، حتى عائلة بابا أصلًا بعاد ما عندهمش أصلًا مع يعني الجدة والجد فاش كيتوفاو راكم عارفين الخوت والناس ديال الفلوس، شي ما كيعقل على شي، كل واحد مقابل مشاريعو وكل واحد ملهي في المشاكل ديالو، بعاد علينا كل البُعد، فينك وفينك إلا شفنا بعضياتنا، أنا راه ولاد عمي دوك اللي زادوا الآخرين ما كنعرفهمش، يعني ما كنعرفو حد. إيوا في هذاك النهار غير واحد الجارة، النهار اللي خرجنا واحد الجارة بقينا فيها. وتما واحد الفيلا كانت قريبة لينا وكيديروا اش نقول لكم، هاداك السكنة ديال العساس كتكون برا على الفيلا، فيها واحد البيت وواحد البلايصة صغيورة فيها زعما الكوزينة والطواليت، يعني مخصصينها للعساس واللي كانت مع مراته راه تقدر تعيش معاه. تما هاديك المرا اون فوا شافتنا بقينا فيها، ما دخلاتناش معاها للدار لا، عطاتنا هاديك السكنة على ما نشوفوا ما نديروا يعني لراسنا. ما أنتِ ما عندها ما دير، هاديك الساعة راه محتاجين اللي يعطينا ما ناكلو في كرشنا،
راه حنا 0 درهم خارجة، ميمتي مسكينة ماشي من النوع اللي كانت مخبية وعارفة الزمان راه ولد الحرام ويقدر في أي لحظة يدور بك، لا، 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 أيوا غير جالسة واكلة وشاربة ومصنتة لعظامها، ما دايراش في بالها راه الحراميات حيت الأب ديالي كان واحد الإنسان اللي مزيان طيب مهلي فينا، كلمة طيبة مع مي حتى كان دخلات هاد السوسة. إيوا مشينا، شنقول لكم، البنت اللي كانت كتقرا في بخيفي، كانت كتلبس يديها طرونسبور ويجيبها، خرجت من المدرسة، مامتي حاولات أنها تدخلنا غير للمخزن ولكن أش من خاطر باقي لك عندك تقراي، أول حاجة ما بقيتش كنرضى وسط صحاباتي، أنا كان كيقرا معايا غير ولاد شكون وشكون، ما بقيتش كنرضى، وليت كنلبس لباس مبهدل، أنني غنمشي نقرا يعني في هذا ما بقيتش كنرضى، صافي الخاطر باش أنني نمشي ونقرا صافي ما بقاتش عندي. لا أنا لا خويا بجوج بينا نفس السيستم، أما خويا والله ماما تندير، أنا ماما نكبر ونخدم، أنا ندير صافي خويا هاديك الساعة كان عنده 12 عام وين طالع في 12 عام، بدا كيهز وكيمشي كيبيع الميكا، وأنا هكاك كنقلّب شنو غندير، ما كاين ما يدار، ووصلت بينا لدرجة ولينا كنميخلو. صافي ولينا واحد الحالة، يعني باش تخرجي وتسكري في البيت راه صعيبة باش تخرجي وتلقاي خدمة، وميمتي كتقلّب، تقلّب، تقلّب حتى لقات واحد السيدة دير ليها الميناج، هاديك السيدة اللي دخلاتنا طلبت منها ميمتي باش دير ليها الميناج ولكن ما بغاتش. هاد الوقت صعيب، صعيب، صعيب الناس تلقاي الناس اللي طيبين وقلبهم زعما يحنفك، حتى كانت لقات واحد السيدة بعيدة ما كنعرفوها ما كتعرفنا ما كتعرف زعما العاب ديالي وقصتنا وداك الشي، دارت عندها ميمتي الميناج ولات كتخلّص وخرجات من تما ومشات كرات واحد البيت اللي شنقول لكم 4 مترو على 4 مترو، عرفتي شناهي 4 مترو على 4 مترو، المهم تماك سكننا أنا وميمتي وخويا، بدات كتخلّص الكرا، أمّا الماكلة كنحاولوا الفلوس اللي كتاخدهم ميمتي والميناج كنخلصوا بهم الكرا. وحنا كل نهار ورزقو باش ناكلو، المهم مديت يدي في باب الجوامع، كيف ما قلت لكم ميخنة، أي حاجة تجي لكم على البال، خويا كيبيع الميكا، حاولت نمشي كنقلّب باش نخدم في قهوة ولا شي حاجة ولكن كان تما قاصر حتى واحد ما قبل بأنه يخدمني، المهم ها أنا كنبيع المسطا، ها أنا كنبيع كلينيكس، المهم واحد الحالة ولينا فيها اللي ما تجيش لكم على البال، إيوا الحاصل ما فيه. دوّزنا عام، عام ديال التكرفيس هاكا، عام ديال الجوع، ديال النوع، ديال التبهديل، ديال ما تلقايش ما تاكلي، غير باش نخلصوا الكريديت ديال البيت اللي هو أهم حاجة باش ما نخرجوش للزنقة ونبقاو شفايا للعديان، كنخلصوه أما كراشنا كنسمحوا فيها، نتغداو وما نتعشاوش ولا تعشينا ما نفطروش وهكذا ماشية القضية، حاطين الراس على ميمتي، وميمتي حاسين بها هازة الدقة علينا، وكيف ما كتقول ميمتي أنا الحرقة ديال وليداتي اللي ما كملوش قرايتهم. وكنا كنقراو، ولكن الذنب ديالنا على الأب ديالنا. ملي داز هذاك العام مرات با ما ولداتش مع با، ما خلات ما داز، إيوا قول ليها إلا كيسحب لك واخا طلعي حتى تنزلي، راه الله فوق منا وهو قادر على كل شيء. هي بقات كتوسوس على أساس باش مي يطلّقها، بالحق كان ما طلّقش الأب ديالي، ما عرفتش علاش ما طلّقش، المهم ما رفعتش عليه دعوى طلاق، أصلًا كتقول لك أنا ما يعني أنا ماشي نطلّق أنا باغا نتزوّج، صافي خلّات الأمور هكاك، يعني هي ما عندها غرض في الطلاق. الأب ديالي ما عرفتش، المهم أننا خرجنا من حياته، ما بقيناش كنعرفوا عليه شي حاجة، وما بقيناش كنسولوا فيه ويسول فينا، صافي بقينا على هاديك الحال، حتى وكان غنتفاجئوا باللي الأب ديالي دار كسيدة وتوفى. إيوا تماك وصلتنا الأخبار، وراكم عارفين صحاب الحسنات كيبانوا في بعض المواقف، مرات با ما كتولدش، دونك با خلى الخير والخمير، الفيلا اللي كانت عاملة كيف ما قلت لكم ميمتي عرفتي كيفاش دايرة، مفصلاها على ذوقها مفرشاها، واخا ديك بنت الحرام عاودت بدلات فيها بزاف د الحوايج ولكن عمرها ما غتبدل الحيوط داك الشي كامل كان في صالة ميمتي. طوموبيلات، مخلّي جوج آخر ما كاين، الخدمة ديالو المشاريع ديالو، عنده مع جوج محلات، المهم عنده الأراضي، المهم با لاباس عليه، وهي ما ولاتش عليه، وبطبيعة الحال كنبقى أنا بنته، وخويا ولدو، الوارث الوحيد، إيوا هاد الشي، وبا ما كان هاديك الساعة كاتب لها حتى شي حاجة، حيت با كان بصحيحته، ما هو مريض غتبقى تحلبن عليه باش يكتب ليها، ما هو حتى شي حاجة، المرا ها هو خرّجها خرج على ولاد، وهي كتقول صافي أنا هي الكل في الكل، ما كانتش كتسنى أن الله راه في أي لحظة يقدر يبدل كل شي. صافي باش دار كتيبة وتوفى كنا حنا الورثة الوحيدين، وتما ميمتي رغم هاد الشي كامل ما طالباتش بحقها، ما هدرت ما تكلمت، ولكن تما خلاها كيبانوا هادوك الناس اللي كيبانوا باغيين يوقفوا معاكم، ولكن ما نعرف في دماغهم أشنو فيه.
بانت واحد الجارة اللي ما عقلاتش علينا نهار خرجنا للزنقة، ولاو حقكم وهذيك راه داركم وانتم أولى، وحق خويا هو الكبير تماك، وأصلًا مراتو التانية شنو غيجيها، يعني ميمسي هي اللي غتكون مدية الأكثر، إيوا هي اللي ناضت ودخلت في هاد الشي ووقفات وعاوناتنا، إيوا غير سمعوا وأشنو غيوقع، عاوناتنا ووقفت مع ميمتي وقالت ليها أنتِ راه ديك دارك ودابا تدخلي ليها بالشرع والقانون، إيوا راه أنتِ عندك كتر وكلشي يعني راه ديال ولدك، أما هي راه غيجيها واحد شي حاجة قليلة مقارنة معاك أنتِ مع ولدك وبنتك. المهم داك الشي طلعنا في المحاكم سدات علينا مراتب بعض الدار، المهم سيروا وجيو سيروا وجي حتى كنا خدينا الحق ديالنا، ودخلنا للدار بالشرع والقانون، وداك الشي اللي جاها في حقها رجعناه ليها بفلوس، يعني بِعنا شي حاجة ورجعناه ليها بفلوس، باش ما تبقاش معانا على الأقل في هاديك الفيلا، باش نسكنوا بوحدنا. المهم حنا كنا كندينا الأغلبية، هي دات هي شي حاجة قليلة، المهم حمدنا ربي وشكرناه. المهم هاديك العام كان ضاع، المهم شي حاولات طلع وتنزل باش أننا ترجعنا نقراو، بالحق لقينا ديال القراية ما بقاش، الكبير والصغير باقي كيضحك علينا. حيت أنا ما مشيتش بعيد، راه حنا تقريبًا هي في النواحي فين ساكنين، غير مثلًا كبرت وتزاديت وداك الشي في واحد الحي اللي راقي وفلوس والناس الهاي، ونهار خرجنا فاش مشينا كلينا البيت مشينا كلينا في حي شعبي اللي قريب من هاديك البلاصة، يعني راه ساهل باش غتلاقاو في الأسواق وتلاقاو في المارشي وتلاقاو في بلاصة الخضرة وهداك الشي، يعني كلشي شافك راك أنتِ كتسعاي وراه بنت فلان كيفاش ولات وراه هادي كلشي عارف شنو واقع. صافي أنا ما بقاش عندي الرغبة ديال القراية، صافي جلسنا مع ميمتي، حاولت ميمتي باش دير لخويا تكوين، آآ وشوية غير باش أنه بعدا غير كمّل 18 عام ومن بعد يقابل المشاريع ديال باه، صافي ميمتي حاولت تمشي كلفات الدراري كانوا خدامين مع الأب ديالي هُما اللي قابلوه، وهي كتمشي بحال هاي كتراقب وتشفت لاكيس وديك تخربيقة الفلوس وصافي، كاين شي سيناتور وصافي. بقينا على هذيك الحال حتى وكان أنا كنت درت 18 صافي أنا درت واحد التكوين، الحياة زوينة بدات كمزيان، فرحت ما نكذبش عليكم، بقى فيا الأب ديالي فاش توفى، ولكن فرحتي بأنني رجعت لدارنا فين كبرت، وجريت على هاديك خيتي اللي جا راجع لينا النهار الأول، فرحتي كبيرة ما نكذبش عليكم، وبا الله يسامح لي في هذا النهار، هادشي اللي نقدر نقول الله يسامح لي ما عرفناش حنا شنو كان بيه. صافي الأمور كاملة ميسرة، هاديك الجارة اللي قلت لكم وقفات معاه أنا غير درت 18 إيوا تقولوا كانت عازة عليَّ، غير كانت خطابيطي عندنا، شنو خاصك، شنو مثلًا درتو، شكون كيجي عندنا، حنا كيف ما قلت لكم راه ما كيجي عندنا حد، راه علاقتنا آآ الكنازة البا عاد أن عمامي بانوا، من غير الكنازة ما كانش شي حد، ما كيجي عندنا حد، ما كنمشيو عند حد تيقار، عائلة ماما هاذوك خلاص ما كاينينش، كان عندها غير واحد خوها ملي مشى حرق ما بقينا عرفنا عليه حتى شي حاجة، يعني ما عندها حد، الوالدين متوفين، صافي فاش كيحيدوا الوالدين صافي كلشي كينقرض. فاش درت أنا 18 جات البنات، جات كتخطبني لولدها، هاد الزهرة اللي وقفات معانا حتى أننا طلعنا ونزلنا في المحاكم وميمتي كانت خدات حقها بالشرع والقانون، حيت هاذيك خيتي كانت بقات مستعمرة كلشي، إيوا قالت لك أنا بغيت الضحى لولدي، وميمتي بطبيعة الحال اش غدير، قالت لها مرحبا أنا غنلقى أحسن منك، الجارة وقفات معاك هذا مرحبا، الأخرى حلاوة لسان وشي وحدة عرفتي سليطة، تجي وتداخل فيك وها انتِ ديري وها انتِ فعلي، وميمتي مسكينة درويشة، ملي جالسة سمينة على عسيلة، ما كتعاتب، ما كتقول مالك، كيتحكموا فيها، تقدر تقول ليها شي حاجة صافي تفرضها عليها وميمتي تسكت. إيوا طلبات، قالت لها بغيت لبنتك لولدي، ولدها كان زوين كيقرا، أي واحد غيتمناه، ولكن راني ما معاشراش ما عارفاش كيفاش داير، أيوا المهم واحد الولد الفشوش كيف ما كنقولوا، أنا ملصقينّي ليه وهو ملصقينو ليا، المهم شافت حتى هي، قالت لي: "يا بنيتي ما كملتي قريتك، تكرفستي وتعذبتي، الله يجعل البركة، سيري بنيتي، هذا ولد الناس ودارهم شفتيهم بخير وبخميرة ولاباس عليهم، ونفس المكانة اللي كبرتي فيها، يعني راه غتعيشي معززة مكرمة." قلت لها: "أمي باقي عليا الحال." قالت لي: "يا بنيتي ما عرفنا شكون السابق وما كاين لا حنين لا رحيم، اللهم نأمن عليك وتكوني دايرة دارك." ودايرة زعما وليداتك وهذا، أهم حاجة في الحياة. إوا صافي درت بكلام ميمتي وتزوجت، واخا أنا هاد السيد ما باغياه، ما باغيني، لا هو باغيني لا أنا باغياه، باينة، راه ماشي نقول لكم حتى الإنسان يقول لك راه كتبان واش وحدة باغية واحد وهو باغيها، لا أنا لا هو، هي شي حاجة فيها الوالدين، داك الشي غتعلّو الثقة.
إيوا السياد بيخطبني، كنخرجوا أنا وياه عادي، ولد درويش، ما نقولش لكم خايب، لأ، ولد درويش مأدّب، محترم، كنخرجوا كنضحكوا شي جوج كيقراو مع بعضياتهم أصدقاء، أو شي جوج خوت وقراو مع بعضياتهم هكاك، ملي كنخرجوا راه لا علاقة بالوالدين، لا علاقة بالخطوبة، لا علاقة بالزواج، لا حتى شي حاجة، كنخرجوا، كنضحكوا، كننشطوا، كنعيشوا السِن ديالنا، يعني كأننا أصدقاء. نخرجوا قهاوي، ندوروا، نتفحروا، يعني أي حاجة زوينة عشتها معاه وهو كذلك. أما داك الشي البنات اللي كتعرفوا رومانسية وحلاوة اللسان وداك الشي ما بين الأحبة ما كاينش، ما كاينش. أنا عجبني الحال، حيت أصلًا أنا ما باغاش نعيش هداك الشي وما عنديش أصلًا الرغبة في الزواج وداك التخربيق ديال هذا. يعني شي واحد اللي باغي يضحك، باغي يخرج، باغي نعيش أنا شنو نقول لكم، حياتي المراهقة باغا تخرج وتضحك وصافي وتدور وتسارى وتكتشف بزاف د الأماكن وتسافر بزاف د البلايص وصافي. هذا لقيت هذاك الشي فيه وهو لقاه. قال لي كتحب لي شي وحدة معقدة، آآ شي وحدة زعما الزواج ردات عليا، خصنا الدار، خصنا الولاد، خصنا، وهنا داك الشي صداع الراس، ما عندي ما ندير. بديت كنضحك، كنقول ليه هي حتى نتايا غير مبزين عليك الزواج. قال لي وياه ياك ما انتِ. بدينا كنضحكوا، قلت ليه لا أنا باغا هاد الزواج ولا أنت، غير الوالدين الله يهديك. أمي أمتي الوحيدة ما كنقدرش نخسر ليها، عارفة ما عندها لا حنين لا رحيم، ومستحيل ردت لها كلامها. بدا يضحك قال لي حتى أنا كذلك، يعني والديا ما كنقدرش نقول لهم شي حاجة وما باغيش نكون مسخوط الوالدين، ولكن كيفاش غندير حتى نعيش حياتي؟ الزواج مسؤولية، والزواج راه ماشي غير جي ودير الخاطر. قلت ليه عرفتي اش غدير؟ خليهم على هواهم، المهم حنايا اللي في راسنا نديروه. داك الشي اللي درنا، بقيت أنا وياه مجرد أصدقاء، كنخرجوا كنضحكوا، درنا الخطوبة وحنايا راه اللي في بالنا في بالنا، تكاتبنا ودرنا العقد باش الدار يبقاو على خاطرهم، واتفقت أنا وياه يكونوا زواج على الورق فقط، هو يعيش حياته كيف ما بغا وأنا نعيش حياتي كيف ما بغيت. بالحق دوّزنا شنقول لكم واحد الفترة اللي زوينة وبزاف. عرفتي شنو هي زوينة وبزاف؟ من بعد بدينا كنكتشفوا شي حوايج المهم نقول لكم الفترة بالضبط ما بين الخطوبة وما بين طيحنا العقد وهذا تقريبًا شي عام، شي عام داز زوينة بزاف. هُما كانوا قال لك: "لا، أنا فين غادي نسكنوا ما نسكنوا." العجوزة ديالي الله يحفظكم قالت لك: "هو شنو، أيوا أنا ماشي مشكل ولدي يسكن معايا ولا قادرة نشري ليه دار وهذا، وبالحق أنتِ أمك بوحدها وخوك راه زعما خدام، يعني ما عندكمش زعما شي حد معاكم. أنا كاينين بناتي، كاين ولادي، عندها واحد ولدها واحد آخر مزواج، يعني الدار عامرة، أنتِ أمك بوحدها سكنوا مع أمك." أنا فرحت بطبيعة الحال، راكم أي بنت غتفرح أنها تسكن مع أمها. وبطبيعة الحال غيسكن معايا العريس مولاي السلطان، شكون هاد العجوزة اللي غترضى ولدها يسكن معنا دابا؟ يعني شوفوا العجوزة وعلم الله شنو كيدور في راسها. راجلي هو أصلًا ما عندناش مشكل حنايا، ما يتحكم فيا ما نتحكم فيه فين يسكن، هو قال لك خلّاه هو، واخا تكاتبنا وتزوجنا سيري انتِ لداركم وأنا نمشي لدارنا، راه ما عنديش مشكل. بالحق العجوزة باغا تلصق هذيك اللعيبة، صافي تزوجتو سيروا هذا، يعني هما عند بالهم زوجنا عن بصح. هذيك منين جاتني أنا من الجنة والناس بقيت في دارنا، واخا ميمتي قالت لي هذا راه بان لي ما زواج ما والو، وكاينة شي بنت كتزوج وتبقى مع عمها. قلت لها ميمتي واش صافي تقلت عليك، عيتي مني، بغيتي تفكي مني؟ قالت لي حاشا بنتي، كاين شي كتقال عليها بنتها ولكن كتبغي الأم كتبغي بنتها دير دارها ووليداتها وتطمن عليها. وأنا هاد الزواج راه الدري ولد الناس، حيت كتشوفوا كيفاش كيتعامل معايا، كيفاش مهلي فيا. ولكن الأم اش كيدور في راسها العلم لله، وغير سمعوا يا البنات شنو غنكتشف من بعد. هو صافي ملي بقاو كيلحّوا علينا، كيلحّوا علينا، قال لي عرفتي اش غنديروا، ما غنسكن لا مع عمك وأنتِ ما غتسكني، حيت الولد ما رضاش أنه ييجي يسكن معايا، واخا مو بقات كتلح عليه، قال لك هذه هي اللي ما نرضاهاش، تمشي تسكني أنتِ بوحدك مرحبا، ولكن باش أنا نمشي لا. إيوا قال لك عرفتي اش غدير، غنقول لها غنمشيو نسكنوا بوحديتنا. صافي عندهم فلوس، بقى تيلح عليها، تيلح عليها، كانت عندهم واحد الدار واحدة أخرى، قال لها كارينها، قال لها المهم أنتِ عرفتي اش غديري، غتخويي ديك الدار وغنمشي نسكن فيها أنا ومرتي بخير، ما باغينا نسكن. بقات مو كتغوّت، تغوّت وأنتُما سكنوا، راه هي الفيلا واسعة عريضة، أمك بوحدها ونسوها وأنتُما مالكم، أنتُما باقيين صغار وما عارفينش في الحياة وخاص معاكم. أيوا الدري على الأقل هنا ترجل كيف ما كنقولوا، وشي شوية بيّن الصلابة ديالو على والديه. قال لها ميمتي أنا باغي نعوّل على راسي وغنسكن بوحديتي وغنتحمل مسؤوليتي أنا ومراتي. إيوا شافها حتى هي، باه قال لها خليه، بالعكس راه دار شي حاجة اللي زوينة، يسكن مع نسابو راه غادي يدلّل غير راسو، خليه. صافي مشى سكن.
مشى خوا هاديك الدار سكننا بداك الشي اللي قسم الله، ما عندي سوق أنا حتى شي حاجة لا فراش لا والو راكم عارفين، هو كذلك. بقينا هكاك أنا كنخرج مع البنات، هو حتى هو مع صحابو، نهار كترشق علينا على بعضياتنا كنخرجوا مع بعضياتنا، أو صحابي مع صحابو كنخرجوا هكا كليكة مجموعين. الضحك ماشي زعما نقول لكم هادي صاحبة هذا ولا هادي عندها علاقة مع هذا، لأ، يعني شي بنات كليكة خارجين كيضحكوا كيجمعوا كينشطوا فقط، ما كاينش شي حاجة اللي فيها قلة الحياء، ما فيهاش شي حاجة اللي قلة الاحترام، شي حاجة اللي خارجة على النطاق ما كايناش. إيوا ملي دوّزنا مدة ديال عام ونص، عام ونص أنا وياه بدينا كنحسّوا بشي حوايج ماشي هُما هادوك. السيد يعني لقيت فيه أنا داك الشي اللي أنا غنتمناه في ولد الناس، هو كذلك كيبغيني وكنبغيه، لقينا راسنا كنبغيو بعضياتنا بلا ما هاد الشي نفكروا فيه. إوا بقينا بشوية بشوية حتى كنا تقربنا مع بعضياتنا واعترفنا بالحب لبعضياتنا. هو قال لك أنا ما كنتش كيسحب ليا هكا، وطلعتي زعما بنت الناس وكاع المواصفات اللي أنا غنتمناهم في مراتي لقيتهم فيك. إوا حتى أنا كذلك، دونك الزواج ديالنا غادي تحول للحقيقة. صافي توكلنا على الله وتما عاودنا قرينا الفاتحة مع بعضياتنا اللي حتى واحد ما ساق الأخبار. حنا مزوجين وفي القانون وداك الشي، ولكن مع بعضياتنا راه ما كانش هاد الشي. قرينا الفاتحة مع بعضياتنا وكنا تما تزوجنا، تزوجنا كيف ما كنقولوا على سنة الله ورسوله، ولا راجلي وليت مراتو، ولا زواجنا حقيقي. إوا داز أحلى أيام، صافي ما نكذبش عليكم، مفاهمين، يفهمني بالعينين، هو كذلك يعني السيد كيبغيني وأنا كنبغيه، عشنا حياتنا هذيك الساعة بوحدك ما يتداخل معاك حتى شي واحد. ماشي من نوع لا خصني الدار ونفرش الصالة وندير هادي لأ، عايشين داك الشي على قدنا، على حساب السن ديالنا، بجوج بينا باقيين صغار، باقا الحياة قدامنا. إيوا دوّزنا واحد الأيام اللي يا سلام، سافرنا دوّزنا شهر العسل في بلاصة واعرة. المهم هو كان عنده فلوس، هو المشاريع ديال الأب ديالو، المهم يعني كاين ماشي ما كاينش الخدمة، كاين الخير. المهم دوّزنا أحلى أيام عايشين حياتنا، واكلين، شاربين، نجيو نطيبوا بجوج، نتعاونوا بجوج في الكوزينة، يعني الحياة سعيدة. الأمور مزيان، اتفقنا على الوليدات بلاتي شوية، باقيين صغار، باقي الحياة قدامنا، عايشين الحياة التزوفريت ديال بصح. مامتي كتقول لك مادام هانية وفهمتي وراجلك ما عندهاش غرام المشكل، بقات ساكنة مع خويا في الفيلا، أنا مع راجلي. العجوزة هي الوسواسة، هي اللي كتبقى تدق. إيوا نتوما ما عييتوش من القنطة، ما عييتوش ساكنين بوحدكم، جيو طلّعوا علينا، سيري طلّي على أمك راها بوحدها. إيوا أنا كنقول لها واخا وكنميت، لدرجة راجلي ما عندوش من هاديك الخطابات كل ساعة. مرة في شحال كيسول في التليفون وكنهضر مع ميمتي أنا، ولا مرة كنمشي عندها بالحق هو كيسول حتى هو في التليفون وصافي. أما ما جالسينش يعني ما كنمشيوش عند والدينا بزاف. ميمتي كتجي لعندي كتجي لعندي، كطمن عليا وكتمشي بحالاتها، يعني أغلبية كتجي في الوقيته اللي ما كيكونش راجلي كيكون في الخدمة. إيوا صافي حتى لواحد النهار كنتفاجأ بأن العجوزة كتوسوس لراجلي بزاف، كتصوني ليه، راجلي كيخرج ما كيبغيش يهضر معايا. أنا بدات يدخلني الشك، يعني غتهضر مع أمك ولا أمك، يعني أنا النمرة ديال مو، يعني شحال من مرة كيصوني وكنهز النمرة كنلقى نمرة عكوزتي وأنا كنعطيه التليفون، ماشي غنقول لكم مثلًا شي صاحبته ولا شي حاجة، لأ، مو بالحق كيشد التليفون كيخرج. يعني علاش غتخرج أنت أمك معيطة لك، بدا يلبس عليك، اش خبارك، سولوا بعضياتكم، سولوا يعني فاش هاد الموضوع اللي أنا ما غنبغيش نسمعو شنو هو، كيخرج ويخليني. أنا بدا كيدخلني الشك، علاش كيخرج وما كيهضرش قدامي، دونك كاينة شي حاجة، كاينة إن. كنحاول نبحث في التليفون، ما كنلقى حتى شي حاجة، حتى لواحد النهار المهم بديت كنراقب، بديت الوسواس كلا ليا دماغي، راكم عارفين شي مريض شدا الفضول وفي الراجل، بدا كياكل لي دماغي. بديت كنقلب في التليفون، كنقلب يوميا، نقلب صباح، نقلب بالليل، نقلب في الصباح، بالليل. السيد عاطيني الكود، ما كاين حتى شي حاجة، بالحق ما كاينش شي conversation اللي غادا ديرك شوية وتبرّدك، والو، ناشفة، يعني كأن السيد وأمو قارية وكيهضروا في واتساب وكيكتبوا وكلشي، والو أنا ما لقيتش، السيد كيمسح. إيوا حتى لواحد النهار وأنا نلقى واحد الميساج يلاه جا من عند مو وقراه ومسحو في البلاصة، يعني أنا كنت قلّبت من ورايا جا الميساج قراه مسحو، عاود قلّبت لقيت الميساج يلاه ممسوح. ناري بغيت ناكل جنابي، شنو كتبات ليه أمو، ماشي شي حد واحد آخر. بقيت نقلّب،
دخلت التليفونات ونقلب في اليوتيوب وكيفاش نعرف الميساجات اللي تمسحوا وديال الواتساب وكيفاش حتى كنت لقيت واحد لابليكاسيون اللي كترجعي بها الميساجات الا مسحتيهم، كترجعي التصاور، كترجعي داكشي كامل ديال التليفون الا مسحتيه. صافي خليت حتى الليل، الليل راجل نعاس عادي حط التليفون عاطيني الكود، يعني ما كاينش شي حاجه اللي تتخبى زعما. وانا شد وانا نرجع درت هذيك الابليكاسيون رجعت ليا ورجعوا ليا التصاور، رجعوا ليا وكاين عنده تصاور عاديين، ميساجات اوديوات، هذاك الميساجات ديالو ما بين مو هي اللي بغيت نعرف. ضرني راسي عرفت درت الكيت وبقيت كنسمع. ناري البنات داكشي اللي سمعت، ناري البنات داكشي اللي سمعت. آه ما تخيلوش، ما كنتش اصلا انا ضناه، ما كنتش مخيلاه اصلا مع راسي. ايوا سمعوا، لالا عجوزة، لالا حماتي، مت راجلي، الام اللي كتبغي زعما تجمع الشمل لولدها ويدير دارو وليداتو واسمعوا. وماشي نقول لكم شي ام اللي ما عندهاش، وماشي شي ام اللي فقيره، ام اللي لاباس عليها، ام اللي بخيرها وخميرها وعندها هي ديالها وراجلها عنده ديالو، وعندهم الخير والخمير وعندهم الديور وعندهم فين بان رزقنا رزق الله يرحمه. ايوا قالت ليه ضحى يتيمة، أمها دمدومة، ما دير خبار ما تجيب خبار ساهلة، بس تشرطها وديرها في كرشك. إيوا الراجل خوها غتجي شي مرة وغديه وتعرف ليه، اللهم نتا دي ضحى ما حد خوها باقي بلا زواج، تقدر دير فيهم ما بغيتي وتاكل ضحى لدماغها وخليها تبغيك وتحماق وتسطى عليك. نتا ديرها غير في يدك، عندك ديرها يا وليدي في قلبك، ديرها في يدك وفكر بدماغك وعرف كيفاش تاكل ليها دماغها وتقسم مع خوها وتاخد حقها، وقنعها باش انك دير شي مشروع كبير على حقه وطريقه وتعطيك لورثها ودير به انت المشروع. وملي تعطيك رزقها ورثها وكل ما تكسب سوسها ولوح عليا الزبل، مولفه بالسعايه ومولفة بأنها تجمع الخنز من البركاسة بحال هكا أوديو. إيوا تماك قلبي بغا يسكت، الله يا سيدي ربي الله باش هادشي فين كان مخبي ليا. إيوا تماك زيدكم صافي حقدت على الرويجل. إيوا بقيت كنطلع في الأوديوات، كنطلع السيد كان متفق معاها وجاي باش أنه يدير داكشي اللي قالت مو ويدي لي رزقي وهو يكبر مشاريعه ويقف على رجليه وأنا يسوسني. إيوا بقيت كنقلّب حتى السيد لقيت الأوديوات اللي غادي يصدموني عاوتاني. أنا الراجل كيف ما قلت لكم كنا علاقة في الوراق، بالحق من بعد ولينا كنبغيو بعضياتنا، وتما الراجل تعلّق بيا ديال بصح، ولا كيبغيني ديال بصح، وما بقاش مع مو في الخطة، وتما مو ما عجبهاش الحال وولاو في الصح والمشاكل. هو في الأوديو كيقول لها أمي ما بقى داكشي اللي في بالك راه ما كاينش منه، أنا ما باغي لا مشاريع على حتى شي حاجة، هادشي اللي عندي قادني وقادر نخدم. كتقول ليه وأنت مالك الطموح ديالك حد وحد رجليك بحالك بحال بوك. إيوا شوف بوك فين وصّلتو، كون ما تبعش ريي. إيوا أنت يا وليدي ما خرجتيش كتشبهني، خرجتي تشبه طاسيلة بوك، باغي تبقى حدك حدا رجليك، ما باغيش تشوف القدام وتمشي لبعيد ويولي عندك المشاريع تولي غير جالس وكتآمر ماشي خدام وكضرب تمارة. قال لها عمي نادي الشيطان، انا خدمتي عاجباني والحمد لله مريحاني ما فيهاش تمارة وكتدخل ليا الخير والخمير. انا ضحى وليت كنبغيها وما فيها ما يتعب، بنت زوينه ومؤدبه ومحترمه وداخله سوق راسها بنت دارهم، علاش انا غنطلقها؟ هذه بنت الناس وبغيتها وداكشي اللي على بالك راه ما منوش، واللي ديالها ومستحيل نسمح لنفسي انني نقيس شي حاجه من رزق مراتي. داكشي ديالها غيبقى زعما بينها وبين خوها وامها ما عندي دخل فيه، ورزقي من حقي نصرف عليا وعلى مراتي، هذه مسؤوليتي، هذه لا كنت ميمتي انا راجل كيف ما كتقولي. اما لا درت ميمتي داكشي اللي قلتي ليا رانا ميمتي غنبقى لا راجل لا والو، راني غنطلع غير عيفت الشمعيت، عيفت الرجاله والشياطه ديال الرجاله. ميمتي واش هادشي تبغيه لولدك؟ ونتايا أفكارك محدودة ونتايا هادي ونتايا هادي. إيوا السيد في الآخر المهم عرفت السيد بعدا طمنت من واحد الجانب السيد كيبغيني وكيحماق ويتسطى عليا، المهم السيد تعلق بيا وبطبيعة الحال ما كان فيا أنا ما يتعب ولقى فيا داكشي اللي بغيت وحتى أنا كذلك. إيوا مامتو ختماتها عليه هو في هذاك الميساج الأخير اللي مسحات،
قالت لي: "أنت ولدي، من أمك، ما أنت ولدي، من اليوم أنا ساخطة عليك، أنا ساخطة عليك، الولد اللي ما يتبعني فراه وتجي مرا وتقلب ليه عقلو وتقلب ليه ساسو على راسو، ما عندي ما ندير بيه، شوف خوك جالس تحت جناحي نقول ليه الرا، الرا، نقول ليه الشاشة، إلا أنا قلت ليه ما تهضرش مع مرتك ما يهدرش، إلا قلت ليه خرج، خرج، قلت ليه دخل، دخل، علاش نتايا ماشي بحال خوك، ما خرجتي لطاسيلة بوك، داك الشي علاش أنا ما عندي ما ندير بمسخوط عندي، إيوا هو قال لها أمي نعلي الشيطان، نعلي الشيطان، نعلي الشيطان، راه ما كاينش هاد الشي منه، غير هي أنا باش نسرق بنت الناس وباش ندير لها وزيدون أنا وليت كنبغيها، يعني هاد السيدة بغيت نكمل معاها حياتي وبغيت هي تكون أمة وليداتي، إيوا صافي هي ما جاوباتوش وشداتو وبلوكاتو وهنات كلشي. صافي أنا كنت عرفت هاد الشي كامل، تصنت أول حاجة طمنت من الراجل بالحق العجوزة هاذيك بوحديتها، الراجل أنا ما قال ليا والو، أنا ما قلت ليه حتى شي حاجة، رجعت مسحت هداك الشي المهم أصلًا مبلوكيه، أنا دزت الغد هزيت التليفون بغيت نعيط لعروستي في الواتساب، ماشي بغيت نعيط لها لأ، غير بغيت ندير براسي، بغيت نعيط لخالتي نسول فيها، قلت لها عطيني التليفون، تليفوني راه مديشارجي، بغيت نطمن على أمك كانت البارح هي أنا، هزيت التليفون دخلت الواتساب لقيتها مبلوكية. قلت ليه علاش تليفونها راه واقيلا مبلوكياك والّا كاين شي مشكل، قال لي لا، لا راه ربما كاين شي مشكل في الواتساب راه بعض المرات هذا، قلت ليه لا، لا ما يمكنش، ها هو التليفون وفاش كتكون هاكا راه كتكون أن شي حد مبلوكي، قال لي والله ما عرفت، بغيتو غير يعاود ليا وخوي ليا قلبو، نقدروا زعما ندير يدي في يدو نوهمو مو بداك الشي اللي بغات غير أنها باش ما تبقاش يعني علاقته خايبة مع ما، يعني شد بخاطرها. بعض المرات كيكونوا والدينا كيف ما كانوا، خايبين والدينا، زوينين والدينا، ما عرفتش أنا هاد العجوزة شنو خصها، ماشي نقول لكم شي وحدة اللي فقيرة غتكون طماعة ولا ما عندهاش ولا جيعانة، لأ، بخيرها وخميرة وعندها اللي تحرق ما يتم، يعني ما عرفتش أنا أصلًا راجلي شنو كيدور في دماغه، دابا وليت كنقول ليه يلاه نمشيو لداركم كيقول لي أنا خدام غير سيري، أنا كنمشي كنحاول اش كنقول لكم نبحث، إلا لقيت كيفاش نصلح ولا ما نعرف، المهم نعرف الآراء حتى ديال الأب ديال راجلي، نعرف المهم العجوزة أنا عرفت شنو كتسوى، عرفتاش علاش مطوية، أنا مستحيل بعدا نخليها مولاها أنني نتقرص ورزقي مستحيل نسمح فيه، عمري يعني ندير شي مشروع نديرو ديالي بسميتي، باش أنني الراجل دابا عرفتو كيبغيني ولكن وقت الزمان تقدر نموت نلعب بيه، الله أعلم، شوف با واش طرا بيه، اللي كان كيحماق وكيقول منكم الخلاق. ودارت بيه وحدة دغيا تقلب، إلا كانت أمو قاطعة يدها من يد الله، اسمحوا لي البنات، إلا كانت أمو قاطعة يدها من يد الله، يعني راه تقدر أنها دير شي حاجة لولدها ولا الله أعلم ويتقلب، داك الشي علاش أنا دابا مع راسي كنقول مستحيل نسمح بدرهم لشي حد، واخا ما نعرف شنو وقع. يعني باش أنني نعطيه ولا شي حاجة أبدًا، كيبغيني نبقى معاه ما نتفارقش معاه، يعني حتى أنا كنبغيه، ولكن شي حاجة أخرى راه ما كايناش، ولكن كيفاش هاد العجوزة نحيدو ليها هادوك الأفكار من دماغها العلم لله، راجلي شنو دابا غيدير الله أعلم، ما بقيتش عارفة راسي من رجليّا، ما نكذبش عليكم أنا المرة الأولى كنت فاش سمعت عجوزتي كتقول هكاك وأنها هي متفقة هي وولدها على أساس هكا وغيسوسني، ناري كنت حقدت على الراجل واحد الحقدة اللي ما تتخيلوش، صافي كانت هاديك الليلة نوضة معاه صفار، ولكن ملي عرفت أن السيد من بعد يعني ناويها في شكل وتابع مو فريو، من بعد ولا كيبغيني قلب 6 صافي داك الشي ما منوش، عجبني الحال ما نكذبش عليكم، فرحت بعدا، ولكن الله أعلم ما نعرف مبدل الأحوال شنو غيوقع. دابا البنات والله ما نكذب عليكم، شنو ندير مع هذا الراجل، نكمّل معاه، نوقف، نحبس، الله أعلم أنا ما بقيتش عارفة راسي من رجليّا، المهم شي بطبيعة الحال مستحيل نقول لها هاد الهضرة ونبرزطها وصافي، أنا كيف قلت لكم أصلًا المهم واخا نقولها لها ما غدير والو، خويا عايش بخير، يعني أنا بوحديتي عايشة دابا في هاد الدوّامة، أفكاري ودماغي غادية كلّي بالتفكير، وليت غير ساهية وغير كنفكّر وهذا خصوصًا لا تلاقيت مع عروستي كنشوف فيها وعارفة أن هي أصلًا بغاتني كليًا غير على طمع، غير على رزقي. ربي، 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 ربي راه كنبغي شوف كنلحمي كيبوش عليَّ، ما كنبقاش قادرة حتى نشوف فيها، صلة الرحم راه ولات كتجيني ثقيلة من جهتها، أما راجلي المهم حاليًا ما كيمشيش لدارهم، باه بطبيعة الحال كيتلاقاه في الخدمة هذاك، خوه كذلك، ولكن يعني مو خواتاتو ما كيشوفهمش، غيسمحوا لي راه دابا
يالّا أذن الفجر وكنسجل لكم الصوت، راه غالب عليا النعاس. البنات خليو للآراء، الله يجازيكم بالخير. آمم، ضحى أصلًا دابا يعني تالفة بها، ما عارفاش راسها من رجليها، كيفاش غتتصرف مع هذا الراجل. ها هو كيبغيها حاليًا، تأكدت مليون في المِيّة كيبغيها ونسى هاديك الفكرة ديال مو. بالحق من هنا لغدا شنو غيوقع؟ كيفاش غتصرف؟ واش هذا الراجل غتقدر تولد معاه وليدات وهذا هانية مرتاحة؟ ما عاد كيف قالت هي، يا ربي يعجّل بالوقت ديال الوفاة ديال عقوزتي في أقرب وقت، إلا ماتت عقوزتي غنرتاح. يا ربي تسمح لي، حنا ما بغينا حتى شي حد الموت، أنا ما دخلوني بشي حاجة، أنا غير صاحبة القصة. و وحاليًا أمنيتها شناهي؟ كتقول لك يا ريت لو أن عقوزتي تبعت الأب ديالي. يعني حاليًا هذه كنحسّو بها دابا غير انتقلة وكتوسوس للناس. والله يهديها، أجلني نقول أنا دابا حاليًا الله يهديها والله يرد بها والله يحنّن قلبها على ولدها. يعني ولدها باغي يعيش واحد الحياة مستقرة، عايش هاني ضاحك مرتاح مع مراتو، هي كتبقى تنبش. أنا ما عرفتش هاد العكيزات شنو باغيين، وشنو غيديروا أصلًا بهاد الفلوس وهاد يجمع، جمع، 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 نهار يموت ويخليو كلشي. الله يهدي ما خلق وصافي. والله يعطينا القناعة اللي هي أهم حاجة اللي ما بقاش عند الناس بزاف، هي القناعة. القناعة والإنسان يرضى بداك الشي اللي عنده، اللي قسّم الله يقول حمد ربي وشكرته، ما يبقاش تابع غير داك الشي ديال الفلوس والدنيا راه ما دايماش. شكرًا البنات على حسن الاستماع، ما تبخلوش عليا بلايك والتعاليق ديالكم زوينة والآراء ديالكم صاحبة القصة اللي مهمة، مهمة بزاف. وغادي نتسناكم ضحى باش تعطيوها الآراء ديالكم. كيف ما قالت أنا غنحاول آآ نقرا التعاليق كاملين باش أنني نخرج بواحد النتيجة اللي زوينة، وإن شاء الله يكون الخير. وفي هاد الشهر المبارك يلطف القلب ديال العجوزة، وتخلّي ضحى وراجلها عايشين في حب وهناء وسلام، يا ربي آمين. السلام عليكم البنات، بسلامة.